السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الحمد لله لسه خلصان ماتش منتخب مصر امام زيمبابوي، فوز منتخب مصر 2-1. الحمد لله رب العالمين. يعني باداء فردي فقط لا غير. هعيدها واكررها الفيديو ده كتير. اداء فردي فقط من عمر مرموش، والهدف الثاني من محمد صلاح. الهدفين باداء فردي بحت. مفيش جمله، مفيش تكتيك بيحصل في الملعب. جالنا النهارده حوالي 10 ركنيات، مفيش تكنيك، مفيش تكتيك، مفيش اي حاجه بتحصل. نفس الكره الركنيه تتلعب على القريبه، ومفيش اي استغلال للكوره. تلعب قدام دفاع مضحك حرفيا. تلعب قدام فرقه اموات. اكبر الحارس بتاعها 40 سنه، اكبر نجم فيها بيلعب، ولفرهامبتون قاعد دكه اصلا. لعيبه بقى بتلعب في كوبنهاجن واحد السعودي وحاجات كده. بص، انت بتلعب اقل مستوى في المجموعه، ولكن الحمد لله انت النهارده بتفوز. الحمد لله رب العالمين. بتصدر المجموعه مع جنوب افريقيا، ولكن بفرق الاهداف لجنوب افريقيا. فالحمد لله احنا كويسين، مفيش مشكله والله. يعني احنا عملنا ماتش حلو، بس ماتش بدون مدرب. عشان بس نكون واضحين جدا، الماتش ده النهارده اتلعب بدون مدرب. هو فين التكتيك اللي بيحصل في الملعب؟ فين الجمل اللي متحفظه للعيبه؟ زائد ايه التشكيل اللي حضرتك بدات تهدى يا كابتن حسام؟ حضرتك انت بتلعب زيمبابوي، اضعف فرقه في المجموعه. زائد عندك كواليتي لعيبه تهد الجبل. انت ما شاء الله عندك محمد صلاح نجم عالمي، عندك عمر مرموش لاعب عالمي مع مانشستر سيتي، عندك زيزو، عندك امام عاشور، عندك ابراهيم عادل، عندك ترسانه، حرفيا ترسانه. ونص الملعب ما شاء الله عندك وحوش في نص الملعب. ليه تلعب باثنين ديفندر قدام زيمبابوي؟ امال قدام جنوب افريقيا هتلعب بمين؟ يعني هتلعب ب 5-3-2 قدام جنوب افريقيا؟ يعني انت اقل فرقه في المجموعه بتلعبها باثنين ديفندر. طب ليه يا كابتن حسام؟ انا مش فاهم. زائد انا هاجي برضو لنقطه امام عاشور. ليه تغير امام عاشور في الدقيقه 30؟ يعني ايه اللي حصل من امام عاشور انك تخليك تغيره في الدقيقه 30؟ حلو، انا اتاخرت بهدف عادي، اشتغل شغلي كمدرب، مفيش اي مشكله خالص ان انا اعمل تبديل في الشوط الاول. ما عنديش اي مشكله والله، مع ان كان ممكن تصبر عادي، بس ما عنديش مشكله. غيرت تغيير في الشوط الاول. يا سيدي التغييره دي بتكون عباره عن ايه؟ اللي احنا شفناه في الكوره واتفرجنا عليه من صغرنا، ان انا بجيب واحد ملوش لازمه في الملعب، وانزل هجوم مهاجم او وينج او ايا كان اللي هنزله في الخط اللي قدام، عشان خاطر اضغط الفرقه اللي قدامي، ازود الفرص الهجوميه بتاعتي. حضرتك بقى بتطلع امام عاشور اللي هو كان انشط واحد في الفرقه، وبتنزل مكانه مصطفى محمد. ما عنديش مشكله، اصلا مصطفى محمد كان لازم يبدا. انت ازاي اصلا بادئ بمرموش كسترايكر؟ وما كمان ما كنتش بتلعبه سترايكر، انت كنت مخلي مرموش ينزل تحت. طب مين كده اللي رقم 9؟ مين المهاجم الاساسي بتاعك؟ مفيش. فلا، احنا نطلع عماد وننزل مصطفى محمد مهاجم 9، ونرجع عمر مرموش نلعبه رقم 10. ازاي عمر مرموش يلعب رقم 10؟ ده الراجل بيلعب سكند سترايكر. ظلمت عمر مرموش، ضيعت صلاح. زيزو النهارده نزل ما لحقش حتى يعمل حاجه. كابتن حسام ارجوك، احنا والله العظيم مجموعه تافهه، والله مجموعه مضحكه. فبالله عليك يا اسطى بلاش عك، اعمل الصح، اعمل التشكيله المتوازنه الهجوميه. انت ما بتلعبش برازيل يعني.